الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. صليت مع رسول الله. الخليل إبراهيم هو ثاني أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن. أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو نبي الله موسى، حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأنه: يرحم الله أخي موسى، كاد القرآن أن يكون باسمه، من كثرة ذكر موسى في القرآن. ثاني أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو خليل الرحمن إبراهيم. نبي الله إبراهيم عراقي النشأة، مر بمحن وابتلاءات واختبارات، ولا عجب، فإبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. مر بمحن وابتلاءات، المحنة تلو المحنة، ولكن رب محنة خلفت بعدها منحة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. اعلم بداية بأن نبي الله إبراهيم رزق وبشر بمولد إسماعيل وهو يبلغ من العمر 86 عاما، وبشر بمولد إسحاق وهو يبلغ من العمر 96 عاما. فهذا دليل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله. ولذلك الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، أي على الرغم من الكبر وعلى الاستعلاء، على الكبر أي على الرغم من الكبر رزقه الله بإسماعيل وإسحاق. فالإنسان لا ييأس أبدا من رحمة الله. أعود إلى الخليل إبراهيم في نشأته. كان عراقي النشأة، ونشأ في بيت واحد مع نبي الله لوط. فلوط ابن أخو نبي الله إبراهيم. تخيل، إبراهيم خليل الله وأبوه بائع الأصنام. لوط من أنبياء الله وأبوه بائع الأصنام. سبحانك ربي سبحانك. فينشأ إبراهيم في بلاد العراق، وكان أهله ينحتون الأصنام ويعبدون الأصنام. وجاء إبراهيم في يوم من الأيام وكسر الأصنام وحطمها إلا كبيرا لهم، فجعلهم بزازا أي قطعا صغيرة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ تخيل، الآلهة مكسرة ويقولوا عليها آلهة، أصنام ويقولوا عليها آلهة. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: من فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا يعلمون. كان في غاية الذكاء، والذكاء صفة ثابتة لكل الأنبياء. فشكره إلى الملك، وكان مخرج بكلمات. فلما علم النمرود بموقف الخليل إبراهيم قال: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أنا مش عايز أقف كتير مع قصص سيدنا إبراهيم، لأن القصص كثير يستغرق منا وقت، ولكن أمر برسائل خفيفة عن خليل إبراهيم. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين. جمع نار الخليل إبراهيم 40 يوما لكي يكون الخليل إبراهيم في النار. حكمت محكمة الأرض بالإعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالإخراج فورا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
إبراهيم. فلما خرج الخليل إبراهيم من النار قال له النمرود يا إبراهيم من الذي نجاك من النار؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يمر الخليل إبراهيم بعد هذه المحنة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يرهن يأتينك سعيا. خذ أربعة من الطير، أربعة طيور مختلفة، خذ حمامة على يمامة على عصفور على غراب، أربعة طيور مختلفة فصرهن إليك اذبحهن يا إبراهيم فصرهن إليك اهرسهم طبعا. فذبحوا إبراهيم ونتف الريش من أربعة طيور وألقاها في الهواء. الريح ذهبت هنا وهناك بريش الطيور فجعل إبراهيم اللحم مهروسا كله في بعضه فاجعل على كل جبل منهن جزءا واجعل الرؤوس معك يا إبراهيم. فوقف إبراهيم ونادى أيتها الطيور قومي حية بإذن الله كما قال ربنا ثم ادعهن يأتينك سعيا. تميدون الطيرين لا سعيا حتى تتحقق من حياته المشي على الأرض يا إبراهيم. فكان كلما قدم الخليل إبراهيم رأسا لجسد الطائر ليست رأسا يرفضها الله سبحان الله. يقدم راس الحمام الراس لجسد الغراب لا يقبله ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. تخيل الخليل إبراهيم وهو يرى هذا المشهد، العظام تتجمع من كل مكان ثم اللحوم عليها الهيكل الرسمي ثم الجلد ثم الريش ثم الرأس في الجسد ثم الروح تنفض بين يدي إبراهيم. هذا المشهد رآه بعيني. أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. المحنة بعدها لما منع نعمة النجاة ورزقه الله إسماعيل وابن إسماعيل إسحاق وكلا جعلنا نبيا. أنبياء ذرية بعضها من بعض. وبعدما يبلغ إسماعيل مبلغ الحب في قلب أبيه وأن يعقوب أن إبراهيم عليه السلام مر بمحن يؤمر إبراهيم بترك زوجه وولده في مكان بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم فيبلغ إبراهيم زوجه الذي رزقه على الكبر يبلغ ولده الذي رزقه على الكبر مع زوجه في مكان بواد غير ذي زرع وينطلق إبراهيم راجعا فتقول له هاجر لمن تقوم في هذا المكان يا إبراهيم؟ فإبراهيم لا يرد عليها كما في رواية علي عند الطبراني لمن تقوم في هذا المكان لمن تقوم في هذا المكان فلا يرد عليها. فقالت له يا إبراهيم الله أمرك ودعا ربنا الله أمرك قال لها نعم. قالت إذا لا يضيعنا. شوف الصدق بالله. الله أمرك قال لها نعم. قالت إذا لا يضيعنا ويترك في هذا المكان وتأتي المحنة التي بعدها وإبراهيم يؤمر بذبح ولده بيده. تخيل فلما بلغ معه الساعة تخيل قلبه تعلق بولده. والله لو لم تكن في كتاب الله سبحانه أب يؤمر بذبح ولده وبيده لو لم تكن قرآنا بما صدقناه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومش عايز أطرد، ولكن هذا المشهد يصوره أحد السلف في أبيات شعرية يقول: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا ويأباه. اسمع بأذن القلب. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا ويأباه. أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه. أبو أقول له هذبحك وراضي. مش عايز تقول إنك هذبحك، عايز تقول إنك مصلي في نفسك. وشوف هيعمل معاك ايه. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا ويأباه. أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا جزع افعل ما تؤمر أبتاه. ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، واستلم الوالد سكينا واستسلم ابن مرضاه، وتهز الكون ضراعات بدعاء يسمعه الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في الفضل عطاياه. صدقت الرؤيا فلا تحزن يا إبراهيم فديناه، وفديناه بذبح عظيم. عارف من الكواليس اللي سيدنا إسماعيل يقول: يا أبت إذا أردت ذبحي فحط السكين جميلا واجعل وجهي إلى الأرض واذبح من القبر. طب هي هتفرق إيه إسماعيل؟ يذبح من القبر، هتفرق من العقل. فقال له إبراهيم: وابني وما ضرك؟ أذبح من القبر وأذبح من القبر. قال: يا أبت اجعل وجهي إلى الأرض واذبح من القبر لا تذبح من القبر. ليه؟ قال له: حتى إذا ذبحت من الرقبة وقعت عيني في عينك فتأخذك الرأفة بي فتغطي أمر الله. اذبح تنبيه صلى الله على خليل إبراهيم، وصلى الله على ولده النبي الله إسماعيل، صلى الله على إسحاق، وعلى رأس الجميع مسك ختامه وتناول بناته وسيدهم وإمامهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما زاد فخامته وكتب خمس النفر الصغيرة بحرمة تحتضرك يا عبادي وصل محمد النبي. أحزان قبل لا تزول حتى رشد والقبول، أحزان قبل لا تزول حتى رشد والقبول، وأخذت باليمين وتقرب عني بالرسول. أسأل الله عز وجل الإيمان بالنبي والأمر ألا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا الخلق. وصلى الله من جنة من شجرة مليئة من تقلص الله بعد أبدا. أيها الأحباب، في النهاية تنتظر بقية العالم من هذا الكلام لها ثلاثة اشتقاقات. الشق الأول منها إلى ربك فيه. أسأل الله عليه وسلم أن يجعل لك هذه أسعد ليلة. اللهم إن كانت مسيئة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فجاوز عن سيئاتها. أكرمنا الله أهل خير من أهلها، ودار خير من دارها، وجيران خير من جيرانها. الشق الثاني منها لأصدق الفقهة عامة، وعلى رأس الجميع أستاذ الفاضل أستاذ مصطفى الجوهري المعروف بالإعلام من الدفاع المصروف. أقول له عظم الله أكبر. والشق الثالث منها لحضرتكم أقول لكم فيها شكرا الله سعادة وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.